بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة أنا جايب لكم فيديو بنحكي فيه عن بعض المومياوات اللي صورناها ونزلنا منها على القناة عندنا. زي ما انتم شايفين كده، اتفرجوا. دي صورة لمومياء اهيت، ودي مومياء تانية بتقولوا عليها المومياء النائمة أو الجمال النائم. برضو عاوزكم تستمتعوا بالكلام اللي مكتوب عليها. واحدة من أغرب المومياوات المصرية، وديت موميا تانية برضو اهيت. ركزوا على لفات الموميا الغريبة، لفائف التانية مختلفة جدا. تفتكروا تبع عصر ايه؟ طبعا سمحنا بنشوف حاجات جميلة جدا. بنحاول نجيب الحاجات ديت ونجمعها مع بعضها عشان تكون في فيديو واحد تستمتعوا بيه. ودي موميا تانية برضو اهيت. ما شاء الله على الجمال والروعة، حاجة كده تحفة ما شاء الله. شايفين الرسوم اللي عليها؟ أكنها معمولة دلوقتي، مش فات عليها 2000 سنة ولا 2500 سنة. شايفين حاجة جميلة جدا. ودي مومياء تانية برضو. ركزوا في التفاصيل والطول، مسافة كبيرة، أحجام، حاجة كده جميلة جدا. مومياوات. وشايفين الموميا اللي تحت دي كمان، ودي برضو نفس الموميا اللي بتاعت الجمال النائم. أنا كررتها لأنها شكلها جميل جدا، جميلة فعلا. استمتعوا. بحاول اجمع لكم حاجات تبقى ايه، وجبة دسمة كده عن الآثار المصرية القديمة. ودي برضو ده حاجة كده من 35,000 سنة، معروضة برضو في المتحف. هيكل عظمي زي ما انتم شايفين، كان بيعيش في مصر، عمره 35,000 سنة. وبرضو عندنا المومياء التانية ديت اللي هي أطول مومياء اكتشفوها اهيت. أقدم مومياء ملكية تم العثور عليها في تاريخ مصر، اللي احنا نزلنا لها فيديو برضو. طويلة، طول ملفت للنظر. مومياء الملك مرنع رع من الأسرة السادسة الدولة المصرية القديمة. وبرضو هنا عندنا مومياء حلوة جدا 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 جدا. ديت الرسومات عليها حاجة جميلة جميلة جميلة. شايفين الرسومات؟ أشكال جميلة جدا ما شاء الله. على لغز غريب، لغز طريقة اللف بتاعتها. استمتعوا استمتعوا استمتعوا. يا ريت ما تنسناش من الاشتراك ودعم القناة واللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.